بعد ما خرجنا الفلفل بتاعنا جبت 3 مغارف طماطم صلصه، ضفت عليهم مغرفه هريسه عربي، ونحلهم في شويه ماء ونخليهم يتقلوا على النار. هوني حضرت راس ثوم، حطيت عليه تابل وكرويه. هوني بعد ما تقليت الطماطم شويه ومع الهريسه العربي، هناخذ الثوم مع التابل وكرويه ونضيفهم للصلصه بتاعي. ونخليهم يتقلوا مع بعضهم. نضيفوا هنا مغرفه كركم، بيع مغرفه صغيره عندي، مغرفه فلفل اسود، ومغرفه فلفل احمر او فلفل زينه او بابريكا زي ما يسموها هنا في مصر. الله على الريحه، والله الله الله. دونك هنا بسم الله ما شاء الله على ريحتها. دونك هنا ضفنا المكونات كلها اللي نحتاجوها. ما ننساوش الملح، هنا الملح اختياري، كل واحد يحط الكميه اللي هو عاوزها. تمام، ونخلط المكونات مع بعضها. هذه المكرونه التونسيه المشخشخه، تكون موزوزه فيها كل الحاجات فوحها بسم الله ما شاء الله. هنا عاوزين تحطوا لها دجاج، عاوزين تحطوا لها لحم معلوش، لحم بقري. لهنا ضفت الدجاجه بتاعي. نجموا زي ما قلت لكم تعملوها باللحم اللي انتم عايزينه، كسوا دجاج ولا لحم معلوش، لحم بقري. دونك ورقات الرند زاده، ونخليها تتقلى طماطم. كل مره نضيفوا لها الميه سخونه بالطبيعه. هوني لازم الميه تكون عندكم تغلي. كل مره نضيفوا للصوص شويه ميه بشويه بشويه، الميه ما نضيفوهاش مره واحده، تدريجيا. هوني باش نضيف لها شويه حمص. دونك عندي الحمص هنا هنضيفه للصلصه بتاعي، زاده يبننها ويخليها طعمتها حلوه جدا. ونخلي الصوص بتاعي تتقلى كلها. وزي ما قلت لكم الميه، بالنسبه لموضوع الميه هنا نخليها نضيفها تدريجيا، ما نضيفش الكميه كلها. دونك جربوها الطريقه هذه حلوه جدا جدا جدا. النحله هذه حضرت كعبة بطاطا وحنحطهم في وسط الصوص، يطيبوا كمان في وسط الصوص. نحرك الصوص بتاعتنا وبعدين نغطيوها حتى لين يطيب الدجاج بتاعنا ومع البطاطا وبيع الحمص هنا حطيته نص طايب، دونك اكيد يستوي بسرعه. ونغطي الطنجره بتاعتنا حتى لين الصوص تقر الزيت بتاعها. تحبوا تضيفوا جرينه فلفل من فوق، اللي ما يحبش يضيف مش ما يضيفش. انا هنا مش هضيف بحكم الفلفل عندي حار برشا، فبحكم الولاد عندي ما ياكلوش الحار، فهنكتفي بالفلفل اللي قريته من الاول نزينوا بيه المكرونه بتاعنا. نجيو هنا بالنسبه للمكرونه صمتناها، حطينا طنجره فيها ميه، غليت الميه، حطينا فيها ملح. لازم نملحوا المكرونه، ملح وشويه زيت عشان المكرونه ما تلصقش معاك. دونك هنا اخترت النوعيه هذه نتاع المكرونه اليوم، بحكم صغاري يحبوا النوعيه هذه. حركوها شويه ونخليوها حتى لين تطيب معنا. دونك بالنسبه للصوص، هنا الصوص بتاعي بسم الله ما شاء الله حضرت. شلت منها اللحمه والبطاطا وخليتها على جنب هكا حتى لين تحضر المكرونه بتاعنا. بالنسبه للمكرونه بتاعي هنا باش ناخذها على طول نحطها معناتها نشيل منها الميه وبعدين نحطها ديريكت في الصوص. ننصحكم فما ناس تاخذ المكرونه تحطها تحت الميه وتغسلها، لا، هي هنا تفقد البنه بتاعها وما تكونش بنينه زي الطريقه اللي نستعملها. تشيل منها الميه على طول وتحطها في الصوص.
طعمتها تكون أبن وأروع بكتير من إنك تغسلها. صحن المكرونة بتاعنا حضر، بسم الله ما شاء الله، نودكم ولنشهيكم أحلى ما تنجموا تاكلوا. وزوزة زي ما قلنا مكرونة شتوية تدفي، فيها كل المكونات اللي يحتاجها البدن. دونك هنا ضفنا مع صحن المكرونة بتاعنا صحن سلطة، وضفت من فوق زيتون، وضفت عليه فلفل مخلل. دونك هنا احلى اكله ممكن تاكلوها. اذا كان بالطبيعه عجبكم الفيديو شجعوني اكتر باش نواصل نقدم اكلات تونسيه وزاده اكلات مصريه. دونك اعطوني رايكم في الفيديو واعطيني وراكم في الوصفه وفي كومنتير، ومستنيه تعليقكم ومستنيه دعمكم ليا. في اخر الفيديو نتمنى لكم شهية طيبة الناس الكل، وان شاء الله نتقابلوا في فيديو اخر وفي وصفه جديده يا رب.